بعد ما عملنا حركات البنات بتعملها لما بتحب تخلع، طلبتوا مني ان انا اعمل طب البنت لو عاوزه تخلع بشياكه تعمل ايه؟ قرار الفركشه او الانفصال مش سهل انك تاخديه ولا انك تنفذيه في الغالب، لانه بيبقى مؤلم وبيأذي مشاعرك، بس الاذى النفسي ده ممكن يبقى اقل لو الانفصال جه بطريقه شيك وكويس. ومعانا ومعاكم خطوات الانفصال الشيك. لازم في الاول تفكري كويس قبل ما تاخدي القرار ده، وتتاكدي فعلا انك مش عاوزه تكملي، خصوصا الفتره اللي انت عايزه تفركشي فيها دي فيها مشاكل ما بينكم، وممكن تكون هي اللي مأثره على علاقتكم، لان ببساطه ممكن المشاكل دي تتحل وترجعوا تاني كويسين. وعلشان كده خطوه التفكير مهمه جدا. بعد ما تتاكدي انك خلاص عاوزه تاخدي قرار الفركشه، لازم تمهدي للموضوع، ما ينفعش تفاجئيه كده مره واحده، لان ده بيبقى مؤلم نفسيا اكتر من القرار نفسه. كمان لازم تحضري الكلام اللي انت هتقوليه كويس، وهتقوليه ازاي، لان ده اصعب خطوه في الموضوع كله، واللي هتقوليه هيفضل معلم معاه طول العمر. ما ينفعش ابدا قرار الانفصال يتقال في مسج او تليفون او انك تبلغيه مع حد. هنا لازم نعمل وقفه احترام للمشاعر والعلاقه اللي كانت موجوده ما بيننا، نقعد نتواجه ونبلغ بعض بالقرار. مهم نختار وقت مناسب نقول فيه القرار، وكمان مكان مناسب علشان نعرف نتناقش ونتكلم فيه بكل هدوء. لازم تكوني مستعده لاي حاجه هتتقال، ولازم تسيبي الطرف الثاني يتكلم ويعبر عن كل اللي جواه، حقه يعرف ويفهم قرارك ده انت اخدتيه ليه. وعلى فكره خطوه الفضفضه والتعبير عن كل اللي جوانا في المقابله دي تقلل كتير من الضغط النفسي اللي بنتعرض له في فتره الموف اون، لانها بتقضي على كلمه يا ريتني، يا ريتني قلت، يا ريتني اتكلمت، يا ريتني عبرت، يمكن كلامي كان فرق، ممكن كان يشوفني بطريقه ثانيه. خليكي مستعده لكل ردود الافعال، مخططه هتعملي ايه لو حصل حاجه من اللي انت متوقعاه، لان اي حد غضبان او زعلان ردود فعله ما بتبقاش متوقعه. وهنا ممكن يبقى في زعيق، صوت عالي، او مش هيديكي مساحتك في النقاش، او حتى وعود بالتغيير وحل للمشاكل اللي ما بينكم. ويا ريت لما تاخدوا قرار الانفصال يبقى قرار حاسم ويتاخد على طول، بلاش نسيب الباب موارب، ولا هبقى اسال واطمن عليك كل فتره، ولا تغيبي وتظهري فجاه. ده مش مريح للطرفين خالص، وبيعطل كل واحد فيكم انه يرجع يمشي في حياته بشكل طبيعي ويتخطى اللي مر بيه، لان كل ما بيقول خلاص هنسى وهبتدي اتحسن، هوب مسج ترجعك 100 خطوه لورا. انا قلت بس هطمن عليك. لا يا ستي ما تطمنيش، هي خلصت وانتهت. وحتى لو حابين تبقوا اصحاب وفعلا اتفقتوا على ده، لازم يبقى بعدها بفتره، لازم كل واحد فيكم ياخد فتره لوحده علشان يعرف يرتب حساباته تاني، ويعرف يتعامل مع الطرف التاني كاصحاب بس من غير اي مشاعر قديمه، لان ده ممكن يسبب اذى نفسي زياده ولا يخليه يعرف ينسى او يتخطى مشاعره تجاه الشخص ده. هو لسه بيشوفه وبيتعامل معاه من البدايه كده. لو مش هتعرف تشوف الشخص ده غير مجرد حبيب، هيبقى البعد احسن، وبلاها خلينا صحاب. وطبعا النهايات اخلاق، فبلاش جو التلقيح على السوشيال ميديا ولا كلام سلبي على بعض ما بينكم وما بين صحابكم. احترموا شويه المشاعر والعلاقه اللي كانت بينكم. وطبعا لو العلاقه دي كانت جواز، فلازم قرار الانفصال يتاخد اشيك ما يكون، وخصوصا لو في اطفال. يعني وقتها بلاش عنده مكابره ورفع قضايا على بعض في المحاكم، لان ده هيكون ليه تاثير سلبي على اولادكم بعدين. الافضل هنا كل حاجه تتحل بشكل ودي وتتفقوا عليها سوا قبل الانفصال. وبعد الانفصال ما ينفعش تعاملي الاكس على انه عدو، وتبداي في خطه الانتقام والتلقيح، وانه خسر احسن حاجه في حياته، انك قد ايه ما تتعوضيش، او انك تحرميه من انه يشوف ولاد، لان هنا برضو اللي بيتاذي من افعالكم هي الولاد مش انتوا. وبلاش تتكلمي عن الاكس اللي هو باباهم بطريقه وحشه او بطريقه سلبيه قدامهم، انت كده بتكرهيهم فيه. ولا تدخليهم كطرف في المشكله بانك تحكي قدامهم اي حاجه، ولا تستخدميهم كوسيله بانك تنقلي الكلام اللي انت عاوزاه. ببساطه اي حاجه هتحصل قدامهم في الفتره دي هتفضل مأثره عليهم طول حياتهم. اكتبوا لي في التعليقات ممكن نعمل ايه تاني علشان ناخد قرار الانفصال بشياكه.